ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده هنعمل معاكم اكله سريعه وبسيطه ما بتغيبش خالص في العمايل وتخلص معاكم في ابسط وقت. مش بتاخد يا جماعه 10 دقايق على بعض ويا دوبك خلاص تقلبوا الحاجه على مزاجكم ونجهزي. يعني اللي جايه كل اللي مثلا جاي مستعجل وعايز يعمل الاكل ومش ما عندوش وقت او وراه حاجات كتير وعايز يعمل اكله سريعه، هي دي الاكله سهله وبسيطه جدا، وهي عباره عن مكرونه باللحمه المفرومه. فهنعملها معاكم ونوريكم طريقتها ازاي بمكونات بسيطه موجوده في البيت عندنا. دلوقتي كده يا جماعه زي ما انتم شايفين الميه اهي بتغلي، حطينا عليها طبعا زيت وملح، واول ما غلت كده هننزل عليها المكرونه. يا دوب هي المكرونه بتاخد في الميه بس 5 دقايق لحد ما تستوي اهي كده. قلبناها وبعد كده اول ما تغلي وتستوي هنطفي عليها. قلبيها بقى عشان ايه ما تكلكعش مع بعض. عايزه معلقه. استنى دلوقتي بنقلبها بقى عشان خاطر ما تلزقش في بعض. احنا حطينا فيها زيت عشان خاطر ما تلزقش، انما ممكن مع البشاميل ممكن ما تحط لها الزيت عشان الوش بتاع البشاميل مش هيلزق في المكرونه، فمش كل طريقه تتعمل زي الثانيه. دي بنحط زيت عشان ما تلزقش في بعض. وهنسيبها بقى دلوقتي كده لحد ما تستوي 5 دقايق، ولما تطلع هنصفيها في المصافي. اول حاجه بقى احنا عاملينها مجهزينها. طبعا البصل معروف بتنضفيه وتغسليه وتقطعيه حتت صغيره. البصل بتقطع يا جماعه اول حاجه معانا كده البصل فرمينه حتت صغيره. وبعد كده معانا البهارات، بنحتاج كركم وجنزبيل فلفل اسمر وشطه، دي على حسب انتوا بتحبوا الشطه ولا لا. يعني وملح، بنحبها حامي او ما بنحبهاش. كتروا وتقللوا، او لو مش عايزين الشطه تشيلوها خالص. صغيرين جدا 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 يا جماعه عشان ايه دول ما يطلعش حامي. واحنا كمان مش بناكل حامي قوي. والملح طبعا ده اساسي علشان الاكله تطلع حلوه. الحاجه الاساسيه معانا في الاكله دي هي المكرونه. انتوا تجيبوا المكرونه الاشكال اللي انتوا بتحبوها وتعملوها تسلقوها. هنوريكم في اول الفيديو ازاي بتتسلق. تحط فيها ملح وزيت عشان ما تلزقش في بعض. فدي كده بعد ما تطلع صفيناها. حطيها كده عندك. احنا جايبين اللي هو الشكل المعمول ده بالقوس. طبعا بقى دي اللحمه المفرومه هنعملها بيها وهتشوفوا هنعملها ازاي. فاحنا كنا بنوريكم المكونات والصلصه. الصلصه احنا ضربناها في الخلاط، هنوريكم احنا بنقلبهم كلهم على بعض. فاول حاجه هننزل بالطاسه، هنحط الزيت وننزل عليها بالبصل. طبعا الصلصه طماطم عاديه بتجيبيها وتغسليها وتصفيها في الخلاط وتعمليها تضربيها في الخلاط، وبعد كده بتصفيها زي ما انتم شايفين كده. صفيها يعني بعد ما بضربها انا بحب اصفيها تاني في المصفى عشان لو فيها قشر ولا حاجه، وانا بغسلها كمان بشيل القشر منها، فعشان القشر ده يعني مش في الاكل بيبقى طعمه مش حلو. هنحط الزيت دلوقتي كده وهننزل عليه بالبصل نشوحه. بعد كده بقى هننزل بالبصل ننزله. احنا جبنا هنا طاستين هنحط فيهم، دي هنعمل فيها اللحمه المفرومه نعصجها بالبصل، والتانية هنعمل فيها الصلصه مع البصل برضه، بس هنشوح البصل الاول. يا جماعه هنجهز معانا الثوم عشان نقلبه على الصلصه، لان احنا الصلصه بنحط فيها ثوم وبصل. فاحنا الثوم بصوا يا جماعه بندقه هنا، يعني انا حطيته وبدقه. ممكن تقدروا انتوا كمان تقطعوه، يعني شوفوا انتوا بتحبوه ايه. يعني احنا بصراحه بنحب الدقه ديت عشان بتطلع ريحتها يعني ريحتها بتبقى حلوه في الاكل وكده. يعني 3-4 فصوص ثوم كده يبقوا عندك تفصصيهم وتدقيهم هنا. نوريها لهم كده. بتدي ريحه حلوه قوي الاكل. شايفين اهو. نبدا بقى يا جماعه ندي دقه محترمه كده عشان ينزل يتشوح برده مع البصل وكده، يبقى طعم الصلصه متثبته كويس. جامد كمان مش هيبان في الاكل، يعني هو يدي ريحه حلوه وطعم حلو وفايده، بس مش هيبقى باين يعني. يبقى بقى جامد كده. واحنا زي ما قلنا لكم لسه كنا بنجهز البصل بتاع اللحمه المفرومه، حطيناه على الزيت ونشوحه في الطاسه، وهننزل عليه لسه باللحمه المفرومه. هصور لكم اللحمه. وعقبال بقى ما البصل يتحمر دلوقتي بقى هنقلب المكرونه في قلب الحله زي ما انتم شايفينها كده. بصوا عشان فيها زيت يعني حلوه كويسه، مش ملزقه في بعض. فاحنا سيبناها بقى تبرد، فحتى هي لو مسكت انت وانت بتنزلي هي ايه بتفرود، لان فيها زيت في قلب الميه وهي بتبقى بتغلي. طبعا حاطين زيت وملح. طبعا الاكله دي سهله وبسيطه جدا وما بتغيبش وبتخلصيها في ثانيه. لو اتعودتي عليها. طبعا اغلبيه ابنائنا يعني يعني اي حاجه فيها مكرونه بتبقى طعمها حلو. يا جماعه كلنا بنحب المكرونه، بيحبوها يعني. انت بقى فما تدخلي مع المكرونه حاجات ياما. يعني بتديها فايده وبتخليها تتاكل اسهل واسرع بسرعه. يعني حتى لو دخلت مع المكرونه حاجات هم مش بيحبوها هم مش هياخدوا بالهم يعني كده. فبتبقى طعمها حلو.
وزي ما قلنا لكم احنا بنحط عليها اللحمه المفرومه، فالاكل يا جماعه منها كلها بتتقلب على بعض، فمش بتاخد وقت، مش هتحتاج بقى تحط الفرن او لو حاجه. راجعه من الشغل تعبانه وكده فعايزه اكله بسرعه سهله بسيطه، سلق المكرونه ما بيغيبش، وبعدين زي ما بتعملي انا هاكل، هي 5 دقايق بس اللي بتتحط في الميه السلق، تطلعيها تاني من الميه، ما بتغيبش خالص. كرولناها. بصي ما فيهاش اي حاجه اهي، بصي اهي شايفينها. لسه هننزل بقى عليها الصلصه لما نعملها، واللحمه المفرومه بعد ما نعصجها ونوريكم بقى شكلها. بس وسهله وبسيطه وما بتغيبش خالص. والثوم اللي احنا دقيناه معاكم هنا في اللون ده هنقسمه حبه كده، نحط حته منه هنا كده مع البصل ده ونقلب كده يتشوح معاهم. الجزء ده هننزله للصلصه، الجزء التاني هناخده ننزله هنا ونقلب برده كده. ده هنا اللحمه المفرومه، والناحيه التانيه هنحط عليه الصلصه. تقلبه بيدي الثوم ده، يعني بيدي ريحه حلوه قوي للاكل وبيخليه مفيد وطعمه جميل. دلوقتي كده بعد ما البصل اتشوح هننزل عليه باللحمه المفرومه، هنحطها في الطاسه زي ما انتم شايفين كده. هننزل باللحمه المفرومه ودلوقتي يا جماعه بنستمر كده ان احنا نقعد نقلب فيها لحد ما تعصب كويس كده. خلاص احنا كنا اصلا محمرين البصل والثوم من قبلها، فيدوبك بنقلب اللحمه عليها لحد ما تعصب. ودلوقتي هنوريكم التوابل وايه هي اللي احنا بنحطها. زي ما قلنا لكم في الاول: كركم، فلفل اسمر، جنزبيل، شطه على حسب ما بتحبوا، والملح. هننزل كده هنا الجنزبيل عليها، ننزل كمان فلفل اسمر كده على حسب الكميه اللي انتوا بتحبوها، والكركم وكمان الشطه كده والملح كده، ونقلبهم ونوريكم هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين يا جماعه بنقعد نقلب فيها لحد ما تعصب كويس، وكلها يا جماعه ايه تستوي. واللي ورا هنا دي كده الثانيه دي للصلصه هننزل عليها بالصلصه كمان شويه بس تسوت معانا. هي اكله سهله وبسيطه وما بتغيبش خالص. شايفين يا جماعه بدات تتعصب معانا ازاي؟ نقعد نقلب فيها يا جماعه على طول، تقليب مستمر كده عشان تتعصب كويس، وكمان ايه ما تتحرقش ولا تلزق. طبعا احنا حاطين الزيت يعني. والبصل والثوم صراحه لما بيشوحوا بيدوا للاكله ريحه وطعم جميل جدا. كده يا جماعه بعد ما حمرنا البصل وقلبنا عليه اللحمه المفرومه، والناحيه التانيه ده البصل برده هننزل عليه بالصلصه. يا جماعه عايزين الصلصه دي شايفينها ضربناها في الخلاط ومصفيينها، هناخدها كده ننزل بيها على البصل. لما بتعملوها بالطريقه دي بتديها ريحه، الريحه دلوقتي مش هنقول عليها. البصل والثوم بيخلوا ريحتهم جميله قوي. ريحه خطيره على البصل والثوم والبهارات والحاجه بتاعتها، والصلصه بتقوم نازله على البصل بعد ما يتحمر. وباقي البهارات كمان اللي احنا قلبناها على اللحمه المفرومه دي الباقي هننزل بيه بقى كله كده. ولسه يا جماعه لو عاوزنا نزود هنزود تاني كده، ننزل على الصلصه نقلبهم كده مع بعض. صراحه البهارات دي برضو بتخلي الاكله روعه. بتبقى طعمها احلى، مجموعه بهارات مع بعض فبتديها كمان فايده، كمان فيها فايده. طبعا كل ما يطلع معاكي هنا بقى طبعا وانت بتطبخي، او كل صحنين تقومي غسلاهم، اي مواعين تطلع معاكي قومي غسلاها عشان ما تتكومش عليكي وبتبقى مشكله بعد كده. فاحنا دلوقتي غسلنا كام صحن اهو، وغسلنا المعالق وغسلنا الحاجه الرفيعه كلها، ولسه هنكمل الباقي. دلوقتي كده الصلصه اهي غلت واتسبكت معانا بالبصل، هننزل عليها باللحمه المفرومه اهو زي ما انتم شايفين. هننزل عليها كده، هننزل كده باللحمه المفرومه على الصلصه اللي احنا عملناها سوا. كده قلبنا اللحمه المفرومه اللي عصقناها مع البصل والثوم وقلبناهم مع بعض على الصلصه زي ما انتم شايفين كده. اكله سهله وبسيطه وما بتغيبش خالص، ولسه هنعمل عليها المكرونه. وبعدين مفيده يعني مغذيه، وكل حاجه فيها جميله، حاجات طبيعيه يعني، طعمها لذيذ وحلو وخفيف. اي حد بيحب المكرونات فانت تضيف عليها حاجات حلوه ان هو يتحب، الاكله تتحب اكتر، ما بتغيبش كمان يعني بتتعمل بسرعه. او كده وهنسيبها تتسبك اللحمه مع الصلصه مع بعض زي ما انتم شايفين. شايفين اللحمه كده فيها
اهم حاجه اللي احنا بنعمل اكله ايه بسيطه ومبسطه. زي ما انتم شايفين كده، شايفينها بتغلي معانا كده، يعني هي سبكت اللحمه بالصلصه بالبصل بالثوم اللي شوحناه معاها وكده بقت تمام. لسه هنجيب المكرونه اللي فضيناها معاكم في الحله ونقلبهم على بعض ونوريكم شكلها. دلوقتي بقى طفينا عليها النار وشلناها من على البوتاجاز، ودي زي ما انتم شايفينها. بصي الصلصه اتسبكت واللحمه المفرومه طبعا اتعصجت، والملح والبهارات والثوم والحاجات الحلوه اللي فيها دي مخليه الاكله ريحتها جميله وخطيره جدا. يعني لو اي حد شبعان برضه هيقول لك انا عايزه اكل. هنا بقى هنقلبها على الحله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بصوا شايفين يا جماعه، بسم الله ما شاء الله يا جماعه، بصوا تحفه. روعه روعه. شايفين؟ نقلب المكرونه صح؟ كده بننزلها على المكرونه ونقلب كله في بعضه. بس هو الدخان بس عامل على الكاميرا عشان احنا لسه طافين عليها النار حالا. ماشي حطيها. اهي شايفين، هتقلبوا كل ده، ووجبه سهله وسريعه ما بتغيبش خالص. وبتقعدوا تقلبوا بقى ده كله علشان تبقى المكرونه شاربه الصلصه واللحمه المفرومه والبصل والحاجات الجميله اللي احنا حطيناها مع بعض. ريحتها مش هقول لكم عليها، خطيره والله، خطيره جدا وجامده وجميله جميله. الحاجات اللي فيها حاجات طبعا طبيعيه وحلوه، فبتدي ريحه جميله. واقفه بقى ثواني. زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما قلبناها والمكرونه بقت كلها لحمه كده اهو، شايفين لحمه والصلصه شربتها. فهنغرف معاكم في الاطباق ونوريكم شكلها ونقول لكم طعمها عامل ازاي. دلوقتي كده بقى هنغرف معاكم في الاطباق زي ما انتوا شايفين. بصوا ريحتها يا جماعه تحفه جدا، تحفه. واللحمه المفرومه شايفين اللحمه المفرومه كده. نغرف نحط وهندوقها معاكم ونوريكم طعمها ونقول لكم انها سهله وجميله جدا لاي حد عايز يعملها. لو عملوها هتعجبهم والله، يتعودوا عليها ويعملوها على طول، لانها سهله ومفيده وريحتها جميله ولذيذه. طبعا زي ما قلت قبل كده، يعني ابنائكم لازم تعلموا ابنائكم يشاركوكوا في كل حاجه. وانت بتعملي الاكل يشاركوكوا، وانت مثلا بتنضفي الشقه، وانت بتشتري اي حاجه، يعني على طول يبقوا معاكم. يعني ما يبقاش في كل واحد لوحده منفصل، لا يعني كله يشارك بعضه طالما بيت واحد ومع بعض وكده، فكلكم تشاركوا بعض. ده حتى بتؤجروا عليها في الاخر يعني عند ربنا. طبعا احنا في شعبان دلوقتي، كل سنه وانتم طيبين. يعود عليكم الايام بخير كده يا رب. طبعا اللي صحته قادر ويقدر يصوم، الصيام جميل في الشهر الكريم ده. طبعا رجب وعدى علينا، كل سنه وانتم طيبين، وشعبان ولسه بقى رمضان. ربنا يقوينا ويقويكم كده عليه ويعود عليكم الايام بخير يا رب. دلوقتي بقى يا حبايبي احنا غرفناها بعد ما خلصناها واحده واحده معاكم. شفتوا الاكله جميله قد ايه وحلوه قد ايه، وريحتها عندنا هنا خطيره. فدلوقتي بقى هندوق معاكم كده، وبسم الله الرحمن الرحيم كده، ونقول لكم ايه راينا. صراحه هي سهله وبسيطه جدا وما بتغيبش خالص. انا مش عارفه اكل من النقاب فانا هاكل هنا، وانتوا بقى دوقوا برضو وشوفوا رايكم. هنقول بقى يا جماعه ونقول لكم ايه رايكم. خدي معلقه. الله والله جميله جميله. احنا اكلنا والله العظيم خطيره. احنا اكلنا بسيط بسيط وبيخلص بسرعه، وتبقي لو انت مستعجله زي ما قلنا بتخلصي، يعني تخلصيه بسرعه، وطعمه جميل ومغذي وحاجه كمان جميله. اللحمه المفرومه باينه فيها، والبصل والصلصه المكرونه شربتها كلها ومخليها جميله. طعمها حلو قوي يا جماعه، جميل جميل. فطبعا هنا بقى لو انتوا عملتوا الاكله ان شاء الله هتعجبكم باذن الله وتعملوها على طول. فلو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. وكمان اهم حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.